السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، معاكم شيماء سعد. اليوم هنتعلم مع بعض وصفة لذيذة جدا للفراخ المشوية. تعالوا نشوف الخطوات مع بعض. في بولة كبيرة هنضيف ملح، فلفل أسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، حبهان الأفضل يكون مطحون، كاري، كركم. ضفت عليهم فلفل أحمر رومي مطحون، معلقة صلصة كبيرة، معلقتين صويا صوص، معلقتين عصير ليمون، 4 حبايات توم مفروم، عصير طماطم، ربع كوب زيت زيتون. نقعنا الفرخة كويس جدا في محلول ملح وسكر وليمون لمدة نص ساعة، وبعدها ننشفها كويس. أنا هنا في التتبيلة دي مستخدمة فرخة كاملة، مفيش مشكلة لو استخدمتوا دبابيس أو وراك أو قطعتوا الفرخة مثلا نصين أو كده. هنغطيها بالتتبيلة كويس في التلاجة لمدة ساعتين على الأقل، والأفضل تكون بايتة، بس أنا بصراحة عملتها على طول عشان كنت مستعجلة. هجيب صينية وعليها شبكة، هرص عليها الفرخة، هضيف لتر ونص ماء مغلي، هنسخن الفرن على أعلى درجة. لما ندخل الفرخة الفرن هتبقى درجة الحرارة 180 لمدة ساعة أو ساعة ونص. كده هتفضل طرية من جوه، ومن بره هتاخد وش. وبكده تكون الفرخة المشوية جاهزة معانا. جربوها، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.